هذه طريقة الدجاج بتلغي كل الأنواع، لا قبلها ولا بعدها. ولو بدنا نحكي عن الصينية اللي بتفوز، هذه هي الصينية اللي بتفوز. غير انه ما بدها وقفات طويلة بالمطبخ، 10 دقايق وبتكون معاكي جاهزة. يلا نشوف كيف حضرناها. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت لو تدعموني بلايك لهذا الفيديو فضلا ليس امرا. ايضا ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو، ونقول بسم الله ونبلش. كيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون كمية تقديرية من الدجاج. أنا مستخدمة أفخاد الدجاج، فيكم تستخدموا الفخدة كاملة، الدبابيس، كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. ولكن لو حبيتوا تستخدموا الصدور فقط يفضل إنه تخلوها من العظم، تشيلوا العظم بيكون أطيب. يعني رح أعمل للدجاج نقعة حتى تكون معي جوسي من جوا. بحط على الدجاج قطعة من الليمون، فلفل أسود حب، وبغمره بالمي وبغطيه وبتركه منقوع بالثلاجة على الأقل ساعتين، ولو تركتيه ليلة كاملة أفضل وأفضل. عندي هون أيضا كوب من لبن الزبادي اللي هو الرايب أو اليوغرت، رح ضيف عليه 3/4 الكوب من الزيت الزيتون. عندي هون عصير ليمونة واحدة، وعندي هون فلفل أسود، عندي ملح، عندي أوريجانو، عندي زعتر مجفف، عندي بودرة بصل وبودرة ثوم ورشة بسيطة من الهال المطحون. رح أحط كليات هاي الخلطة فوق اللبن والزبادي وبدمجهم كتير منيح مع بعض كيف ما عم بتشوفوا معي. وبهذا الوقت صبايا اكتبوا لي بالتعليقات هل انتم جربتوا هذا النوع من صواني الدجاج ولا لسه اول مرة رح تجربوه. طريقته كتير طيبة وكتير بتمنى انكم تجربوها لانه حرفيا قمة من اللذاذة. بعد ما صفيت الدجاج وشطفته شطفة سريعة، باخد قطع الدجاج وبنقعه في التتبيلة على الأقل ساعتين. كل ما نقعت الدجاج فترة أطول كل ما تركت التتبيلة تتغلغل عندك بكل أنسجة الدجاج وتاخدي أطيب نكهة وأطيب طعم. بغطيه بالسويتش رول وبعدين بتركه بالثلاجة على الأقل ساعتين. وهلأ رح انتقل معاكم للخطوة اللي بعدها. بالوقت اللي أنا بدي أطبخ فيه عندي هون المشروم اللي هو نفسه الفطر، بس أنا اللي مستخدميته طازج. فيكم تستخدموا المعلب، بس حاولوا تجيبوا هيك نوعية تكون كتير ممتازة حتى تاخدوا نكهة الفطر المزبوطة. في نوعياتك بتكون مضغتها مثل الجلد، يعني أنا هذا ما بفضله أبدا. وفيكم نفس الفطر تستغنوا عنه تماما. تمام. باخد قطع الدجاج وبصفطها فوق الفطر بالطريقة والشكل اللي واضح قدامكم. رح اخد كليات الخلطة اللي انا اعنى فيها الدجاج وبغطي فيها كليات الدجاج وما بنضيف ولا اي شيء ابدا ابدا ابدا. الدجاج عندي هون رح ينزل عصارته والفطر بينزل كمية مي رهيبة كافيين انهم يستووا لي الدجاج. غير انه رح نغطيه بورق الزبدة. تمام. ورق الزبدة أصلا لما بيعمل كمر للدجاج أيضا بينزل كمية بخار كافي إنها تستوي لنا الدجاج. بغطيه أيضا بالقصدير وبحطه على الرف الأول من تحت على حرارة 200 لأول نص ساعة. بعد هيك بقلل الحرارة لل180 وبتركه كمان 40 دقيقة لما يتحمر معي وجهها بهذا الشكل. حقيقي ولا أطيب ولا أروع ولا أحلى ولا ألذ من هيك، ولازم تجربوها. ألف صحة وعافية على كل من رح يجرب وصفة اليوم. كنت معكم أنا ملك عبد العال، دمتم بخير وباي باي.